حواوشي الجزار بالخلطة اللي كلها اسرار. انسي اي طريقة للحواوشي عملتيها قبل كده وتعالي شوفي معايا الجمال ده. هنعرف مع بعض سر التسوية الصح عشان الحواوشي ما ينشفش منك. عايزة اقولك بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. عايزه اقولك كمان هنسويه على البوتاجاز ويطلع معاكي تحفه واحسن من بتاع المحلات. ريحته هتجيب اخر الشارع، وعايزه اقولك الكل هيطلبه منك وهيتجنن بيه. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال. ليه بالغالي تشتريه؟ قومي اعمليه لولادك وفرحيهم بيه، هيطلع احلى واجمل من المحلات. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللحمه لا كشت معايا ولا اي حاجه خالص. شايفين الجمال والحلاوه، حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا في حر الصيف ده محتاجين اكلات سهله وسريعه وما نقفش في المطبخ كتير. عايزه اقولك في 5 دقايق هتجهزي الغدا بتاعك، كله هينبهر بيه وهيبقى تحفه بجد. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير قد ايه سهله وبسيطه ومن غير مكونات كتير ويطلع في منتهى الجمال. اول حاجه هبتدي بيها وهي خلطه الحواوشي. زي ما انتم شايفين كده، طبعا حواوشي يعني بصل، نفس كميه اللحمه هيبقى نفس كميه البصل. يعني عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه هنزل عليهم بنص كيلو من البصل. بس طبعا لو انت عايزه اللحمه تبان اكتر ممكن تقللي شويه عن النص كيلو، تشيلي منهم بصلايه. عندي هنا نص كيلو من البصل زي ما انتم شايفين كده، فرمتهم فرم ناعم كويس جدا في الكبه. بعد كده عندي قرنين فلفل رومي وقرن فلفل احمر وقرن فلفل حار لو انت عايزاه سبايسي، وحوالي 3 فصوص من الثوم كبار زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هبتدي اضربهم ضرب ناعم زي ما انتم شايفين كده وانعمهم كويس جدا في الكبه بالشكل القمر ده. بعد كده عندي طماطمايه كبيره طبعا شايله منها القلب بتاعها وكده، واخده اللحم بس بالشكل ده. ضربتهم ضرب ناعم في الكبه لحد ما نعموا خالص بالشكل ده كده. بعد كده هجيب اللحمه المفرومه حوالي نص كيلو بالظبط، هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الفلفل الاسمر ومعلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الملح. والمره دي بقى هنختصر في البهارات، هنحط معلقه كبيره من خلطه الحواوشي اللي هي الجاهزه. عايزه اقول لكم بجد بتبقى في منتهى الجمال. بعد كده هضيف حوالي معلقه من البيكنج باودر، وده بقى اهم سر في خلطه الحواوشي بتاعنا. عايزه اقول لكم بجد خطير، بيخلي اللحمه بتاعتنا ما تكشش معانا، وكمان اللحمه ما تبقاش مكتومه وما تنزلش ميه كتير. بعد كده بقى معجنتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالخلطه اللي احنا ضربناها في الكبه اللي هو الخضار. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا هنا بصراحه مقلله في الخضار شويه عشان عايزه اللحمه يعني تبان اكتر. لو انت طبعا عايزه تكتري في الخضار وده بيبقى مستحب اكتر عادي، مفيش اي مشكله خالص، تقدري تضاعفي الكميه مفيش اي مشكله برده، مفيش، هيطلع معاكي تحفه وفي منتهى الجمال. بعد كده بقى هبتدي اعجن اللحمه بتاعتي كويس جدا لحد ما احس ان كلها تجانست مع بعضها كده. شايفين بالشكل القمر ده كده. هجيب بقى العيش الحواوشي بتاعنا. عايزه اقول لكم بيتباع في الافران، وطبعا لازم تعرفين ان هو عيش الحواوشي علشان بيبقى واخد نص تسويه علشان تكملي السوا التاني عندك. زي ما انت شايفه كده جبت العيش ده وفتحته بالشكل القمر ده كده، وهبتدي بقى اخد قطعه من اللحمه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهيت، وابتدي افردها في الرغيف بتاعي. طبعا الحشو ده بتاعك انتي. انا بصراحه كنت مكتره هنا اللحمه، فانا كنت عامله حوالي نص كيلو، عامل لي حوالي 10 رغيفه. فبالطبيعي النص كيلو بيعمل من 12 ل 15 رغيف لو انت عايزه تقللي في كميه اللحمه عادي. انا بصراحه كنت مكتره اللحمه بزياده يعني. شايفين بسم الله ما شاء الله. حطيت قطعه اللحمه في الرغيف الحواوشي بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل القمر ده كده. وبعد كده هبتدي اوزع اللحمه زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه في الرغيف بالشكل القمر ده بكل سهوله، مفيش اسهل من كده. ولو انت عايز طبعا تتحكمي فيها اكتر تقدري تفرديها بصوابعك كده، هتبقى افضل يعني. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. طبعا بقى الحواوشي كلنا بنشم ريحته بره بتبقى خطيره وفي منتهى الجمال، وبنبقى عايزين نعرف الريحه الحلوه دي جايه منين. اقول لك بقى على السر الخطير ده. اهم خطوه في الحواوشي وانتي بتشتري اللحمه، لازم تجيبي اللحمه تكون ملبسه. ملبسه ازاي؟ يعني فيها حوالي 25 نسبه دهن زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. كل ما تكتري الدهن في الحواوشي كل ما يديكي ريحه حلوه وطعم حلو. شايفين بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. خلصت بقى الكميه كلها، وبعد كده بقى ابتديت اوزع كده على وشها من فوق شويه من الزيت علشان احمره على فرن البوتاجاز واسويه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. بعد كده بقى حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي، لان بصراحه ما كانش عندي ليا ولا دهن ولا اي حاجه من دي خالص. لو انت عندك دهن او ليا تقدري تحطها في الطاسه وتحمري بيها بالشكل القمر ده كده، هيطلع معاكي احلى من كده بكتير. اما بصراحه انا ما كانش متوفر عندي، فحطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي وحطيت الحواوشي بتاعي في الطاسه بالشكل القمر ده كده. وابتديت احط الحواوشي واقلبه على الجنب ده والجنب ده كل شويه واضغط عليه علشان طبعا الخضار اللي في الحواوشي بينزل سوائل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اقدر اتخلص من السوائل دي
اضغط عليه بالشكل ده كده، هقعد اقلبه من الجنب ده والجنب ده، يقعد حوالي نص ساعه على البوتاجاز، وطبعا على نار وسط زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، هيطلع معاكي في منتهى الجمال احلى واجمل حواوشي ممكن تاكليه في البيت. فين ما اخدش مني وقت خالص، وطالع شكله زي اللي بيجي من بره، بل بالعكس انضف واحلى كتير. يكفي ان انت عاملاه في بيتك، نظافه ايدك ضامنه اللحمه اللي فيه. زي ما انتم شايفين كده ريحته بجد كانت خطيره وفي منتهى الجمال، ما تفرقش حاجه عن اللي بيجي من بره. بعد كده بقى هكمل انا بقى كميه الحواوشي اللي عندي زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم الخطوه دي يعني ضامنه جدا السوا بتاعها، مش معنى ان هو على البوتاجاز ان هو مش مستوي، لا بالعكس خالص، ناشف جدا جدا ومقرمش وطعمه في منتهى الجمال بجد. زي ما انتم شايفين كده ما يفرقش حاجه عن اللي انت بتجيبيه من بره. تقدري كمان ترصيه في صينيه وتحطي على وشه معلقه كبيره من السمنه، لو انت متوفر عندك دهن او لا تحطيه على وشه عادي وتدخليه فرن البوتاجاز. عايزه اقول لك هيطلع جميل جدا جدا ويطلع احلى من اللي بيجي من بره 1000 مره. اعمليه بالطريقه دي صدقيني هتعتمديها على طول، اولادك هيحبوه. عايزه اقول لك بجد بره سعره مبالغ فيه جدا، يعني اقل رغيف حواوشي واوحش رغيف حواوشي ممكن تجيبيه يعمل له 20 جنيه و25 جنيه. عايزه اقول لكم انا جبت نص كيلو لحمه عامل لي حوالي 10 رغيفه، احلى وانضف من اللي بيجي من بره بكتير، وما كلفنيش خالص زي ما بيكلفني من بره، غير ان ضامنه السوا والطعم ونظافه اللحمه. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه كده بجد ما يفرقش حاجه عن الجاهز بالظبط. اعمليه في البيت صدقيني وفرحيهم، ولادك اصلا مش هيصدقوا ان انتوا عاملاه في البيت لانه ما يفرقش حاجه وما يختلفش كتير. شايفين بسم الله ما شاء الله اللحمه لا كشت ولا ضمرت ولا هي منزله ميه ولا معجن معايا ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله مستوي جدا جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله طعمها بجد كان في منتهى الجمال. تقدري تقدميه لولادك بقى جنب سلطه الطحينه، جنب شويه بطاطس، جنب شويه مخلل زي ما انتوا شايفه كده. بسم الله ما شاء الله بالف هنا على قلبك. الجو حر جدا جدا، انا زهقانين من وقفه المطبخ، ومحضريه لاطفالك مش هياخد منك نص ساعه، واحلى وجبه غدا صدقيني بجد هيفرحوا بيها جدا زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلي الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.